السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوة الأفاضل، الأساتذة الأجلاء، حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. أستاذ سمير جباري، حياك الله وبارك الله بيك، وجهودك مشكورة أنت وبقية الإخوة، فلك كل الشكر والاحترام والتقدير، وكذلك الشكر موصول لكافة الإخوة هنا، حياكم الله وبارك الله فيكم. بداية أخي سمير، نقول لك بشرك الله بالخير، وكل من يسعى لحل أي مشكلة في هذا القطاع نقول له بشرك الله بالخير وبارك الله بيك وجزاك الله كل خير والله يعطيك العافية وجهودك مشكور. لكن أخي سمير، أشرتم إلى مناظرة أو إلى دعوة أو مؤتمر يضم العديد من السادة العلماء الأجلاء من العالم الغربي، سواء من أمريكا، من أستراليا، من أسبانيا، من فرنسا، من عدة دول، لا عمل مناظرة لحل المشكلة الحالية في الوطن في المغرب. السؤال الذي يطرح نفسه هنا أخي سمير، هؤلاء الأساتذة الذين سيقدمون من الخارج كم سيكلفوننا؟ ولو أن هذا الأمر، أنا يعني آسف للتدخل حتى لا يقال أبو أنس أنت لست مغربي فلماذا تتدخل بهذا الأمر، لكننا في مركب واحد وهدفنا واحد ومسيرتنا واحدة في كل الوطن العربي في قطاع تربية النحل وإدارة المناحل، ونألم لألم إخواننا أو أي أخ في الوطن العربي، وننظر إلى كل المناحل في الوطن العربي بمسافة واحدة، لا نفرق ولا نتعامل لا بقومية ولا بعرقية ولا بأي شيء أبدا، فنحن نتعامل كالنحلة، لا تعرف الحدود ولا تعرف الهويات ولا تعرف المعتقدات. فبالتالي الهم واحد والمشكلة واحدة، وما نعانيه في المغرب نعانيه في الأردن، نعانيه في مصر، في سوريا، في لبنان، في الخليج، في شتى بقاع الوطن العربي. فبالتالي أخي سمير والإخوة جميعا، كل الأساتذة الذين سيحضرون لهم كل الاحترام والتقدير وجزاهم الله كل خير، لكن كم تكلفتهم على القطاع؟ ستكون التكلفة باهظة أيضا، ويصرف هناك مصاريف على هذا المنتدى أو هذا المؤتمر الذي سيعقد من تذكرة طيران وإقامة وتحركات داخلية وما شابه ذلك، فهذه ستشكل عبء على الميزانية التي قررت الجهات المسؤولة صرفها لدعم هذا القطاع. فبالتالي يعني لا يصل إلى مستحقيها إلا قدر بسيط، لأن هذه المصاريف ستكون على حساب الدعم الذي يصل إلى النحال أو صاحب المشكلة الفعلية. الأمر الثاني، يا هل ترى المغرب فارغ ما في أساتذة أجلاء نكن لهم كل احترام وتقدير وقد يعني جديرين بحل المشكلة؟ بلى، وأنا متأكد وكل ثقة أن الإخوة في المغرب دون أن أذكر أي أساتذة أو أي إخوة منهم لديهم الإمكانية للتغلب على هذه المشكلة تماما وحلها بأقل التكاليف. لا نستدعي شخص من الخارج أو شيء، صحيح نتبادل الخبرات والعلم مع الخارج ومع الداخل ومع كل العالم، ما في أي مشكلة. بإمكاني أرسل عينات لكل دولة. كم ستكلفني العينة في مكاتب الشحن أو الكارغو؟ ممكن تكلف العينة $100 $70 وترسل العينة إلى مختبراتهم، ثم يأتوننا أو يعطونا الحل عبر التواصل الاجتماعي أو عبر النت مثلا. فهذا الأمر يعني كان يجب أن يؤخذ بعين الاعتبار. كثير من المنتديات والمؤتمرات عقدت، ماذا خرجنا منها؟ طيب ماشي الحال، بدي أعتبر أن كلامي ليس في محله. هل هذه الندوة أو هذه المناظرة ستخرج لنا بعيدا عن الحلول التي طرحت من قبل الأساتذة الموجودين سواء في المغرب أو في الوطن العربي، وهي التدخلات الجائرة، الإجهادات، ثقافة النحال؟ هذه 3 محاور، ستكون الندوة تتمحور حول هذه ال3 محاور، حول الإجهادات والتدخلات الجائرة وثقافة النحال. الله أعلم إن كان هناك جديد عن هذا الأمر. فأعود وأقول أخي سمير والإخوة جميعا، أقول الإخوة في المغرب وفي كل بلد عربي أيضا بها كم كبير من الأساتذة الشرفاء الذين يعملون في هذا القطاع بصدق دون أي شيء، وجديرين إذا وضعت أمامهم الإمكانيات لديهم القدرة إلى حل أكبر من هذه المشاكل. فعلى كل حال، حياك الله وبارك الله بك وجهودك مشكورة أنت وجميع الإخوة، ونتمنى التوفيق لأي مؤتمر أو لأي مناظرة تحدث
ويكون هدفها الأساسي هو حل المشكلة في قطاع تربية النحل وإدارة المناحل في كل بقاع بلادنا العربية. تحياتي لكم جميعا وشكرا وآسف للتدخل. إضافة إلى ما سبق أخي سمير والإخوة الأفاضل الأساتذة الأجلاء حياكم الله، وهو مدعاة للمداخلة الآن. لو نظرنا إلى الأساتذة الذين سيقدمون من الخارج إلى المغرب، مع كل احترامي لهم وكل احترامي للإخوة الموجودين في المغرب، يا هل ترى الأسترالي أو الأمريكي ماذا يعرف عن مناخ المغرب؟ ماذا يعرف عن سلوك النحال المغربي؟ ماذا يعرف عن إمكانيات الغطاء النباتي في الماء في المغرب؟ ماذا يعرف عن الإنترميسا والمجور والصحراوية أو النهلة التلية؟ ماذا يعرف عن النحلة المغاربية؟ ماذا يعرف عن قدرات النحال المغربي؟ هل هو يعرف سلوكه، إمكانياته، إدارته في منحله، كل الأمور هذه؟ لا، قرأ عنها في الكتب، وصلت له بعض الأخبار، لكن ليس هو من يعيش الواقع. هو جاء لمؤتمر أو جاء لمناظرة وتوضع أمامه المشكلة وننتظر منه الحل. فإذا أخي سمير والإخوة جميعا، الحل يكمن من الداخل وليس من الخارج. صحيح التواصل العلمي والترابط العلمي وتلاقح الأفكار والاستفادة من الخبرات الأجنبية والعربية وكل الخبرات الموجودة في العالم لا بأس أننا نجمعها في تسيير هذا القطاع، لكن القادم من الخارج لا يتمكن من إيجاد حل. فالحل يكمن من الداخل، وكما قلتها وأعود وأكررها وأراهن على هذا الأمر، أن المغرب أو أي بلد عربي به كوادر علمية إن وضعت أمامها الإمكانيات ووضع على كاهلها إيجاد الحل ستجد الحل. لكن كما نقول، الرجل المناسب في المكان المناسب. ولا أريد أذكر اسم أحد حتى لا أكون متحيز لشخص أو كذا أو من هذا القبيل، لكن أقول على العموم، وفي كل الوطن العربي به أساتذة أجلاء شرفاء نكن لهم كل احترام وتقدير، وهم جديرين بالوصول إلى الحلول وبأقل التكاليف، واحتمال حتى يشتغلوا ببلاش، لا يقولوا لا نريد أي شيء سوى مكافآت بسيطة مقابل التنقل، الحركة، وضع مختبرات تحت تصرفاتهم، سيارة للتنقل، مساعدين معه، كذا كذا، ويقوموا بعمل جولات ميدانية في البلد سواء كان المغرب أو أي قطر عربي، وتنحل المشكلة من الداخل دون أن نأتي بأساتذة من الخارج ونصرف عليهم ونعمل لهم مؤتمرات وكذا وكذا، وكأننا لا يمكننا أن نصل إلى حل. لا، القدرات العربية في مجال تربية النحل وإدارة المناحل من خلال الكادر العلمي، الكادر الأكاديمي، قادرة وجديرة بأمر الله تعالى أن تصل إلى الحلول. وفي أي بلد عربي ومهما كان الحل سيكون هناك، ومهما كانت المشكلة سيكون لها حل إن شاء الله تعالى. هذا إن رشد الأمر وأوسد الأمر إلى أهله. فنتمنى التوفيق للجميع سواء من الخارج من الداخل، ونتمنى الموفقية لكل قطاع تربية النحل وإدارة المناحل في وطننا العربي الحبيب. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي أبو حواش، أبو علي الغالي، لك كل الاحترام والتقدير أنت وجميع الإخوة والأساتذة الأجلاء هنا. نعم أخي أبو علي، ستكون المناظرة، أي مناظرة بالوقت الحالي، لا تخرج عن نطاق 3 محاور الذي قلتهم في الملفات هذه: محور التدخلات الجائرة، الإجهادات، ثقافة النحال. وباختصار شديد، تكلفة هذه المناظرة باستدعاء أساتذة من الخارج، يعني من رأيي الشخصي البسيط المتواضع العبد لله الفقير، أن ترشد للتعويض الفعلي وشد مأذر النحال. تعال أبو أنس، أنت فقدت 100 خلية، قررت الجهات الوصية بتعويضك ب20 خلية، وتبدأ بهذه 20 خلية وتحت أعيننا وضمن مراقبتنا، وسنراقبك. إذا لم تعمل بجد واجتهاد حسب التوصيات سنسحبها منك، وتراقب هذه 20 خلية خلايا الدعم، يعني تعويض ما يعادل مثلا 20% أو 25 أو 30 حسب الميزانية. ويكون لنا جولات ميدانية كل يوم نزور 10-15 منحل، 20 منحل. تعال احنا اعطيناك 20 خلية، وين وصلت بيهم؟ ايش اللي صار فيهم؟ هل هناك تقدم؟ هل هناك تعثر؟ ما هو سبب التعثر؟ ما هو سبب التقدم؟
إذا وجدنا تعثر نعالج هذا التعثر سواء. إضافة إلى ما سبق أخي أحواش والإخوة جميعا في المغرب وفي الوطن العربي الحبيب، طبعا قبل كل شيء نقول نحن لا نتدخل بالشأن الداخلي في أي بلد، ويعني حتى لا يكون أي مدعاة للحديث يقول ما دخلك أبو أنس، أنت هذا أمر يخص المغرب، هذا الأمر يخص سوريا، هذا الأمر يخص العراق، يخص مصر، يخص كذا. نقول نحن بهذا القطاع نعتبر أنفسنا في مركب واحد. ما يتألم به إخواننا في المغرب نتألم به كذلك في سوريا، في اليمن، في العراق، في مصر، في الأردن، في كل الدول العربية نتألم لألم أي أخ نحال، أقل نحال يفقد خلية نتألم من أجله ونضع أنفسنا أمامه وكأننا نحن الذين فقدنا هذه الخلية. فإضافة لما سبق أخي أحواش، هذه المشكلة التي حدثت في المغرب وفي بعض البلاد العربية سيكون نتاجها خير وسيكون ثمارها خير، حتى لا يقال مثلا فيما بعد أن المناظرة جاءت ثمارها والمشورة جاءت ثمارها. لا، الطبيعة هي التي ستعطي ثمارها. اعتدال المناخ في الأيام القادمة والغطاء النباتي بدأ يجود علينا بغبار الطلع والفضل لله سبحانه وتعالى، بدأت المناحل تتعافى. وكما قلتها سابقا رب ضرة نافعة. جاءت هذه الجائحة أو الانتكاسة أو التراجع قضت على النحل ضعيف المناعة. بقى لدينا من المنحل مثلا ما هو معدله 20% 25%، نفترض أن كانت نسبة الفقد 70 75%، الآن المتبقي 20%. هذا المتبقي سيكون نحل قوي المناعة، لأن هذا نتيجة الفرز. الطبيعة فرزت، الطبيعة قضت على الضعيف ولم تترك إلا البقاء للأقوى. فبالتالي هذه 20 خلية ذات المناعة القوية كفيلة أنها تعيد منحل قوامه 20,000 خلية. فمشكلة التعويض التلقائي أو العودة إلى العدد في المناحل السابق ليس صعب، ما في أي مشكلة طالما النحال لديه القدرات العلمية والإدارة العلمية الصحيحة، وهناك متابعة من الجهات المسؤولة ترشده اعمل كذا سوي كذا. إن شاء الله وبفضل الله تعالى سيعيد النحال ما فقدوا من عدد من الخلايا في هذه السنة اللي هي سنة 22، لأنه مناخها يختلف عن السنوات السابقة، التساقطات المطرية تختلف، البرد يختلف، وتوقيت الشتاء اختلف، توقيت الربيع اختلف، هناك اختلافات كثيرة جدا. لكن في النهاية من خلال استقراءات الطقس والمناخ لسنوات سابقة نرى أن هذه السنة ستكون في صالح الطبيعة، يعني الغطاء النباتي سيجود بأقصى ما لديه، كذلك النحل سيكون له انطلاقة ربعية قوية، وهذا ما نشاهده الآن. بدأت الملكات في التوسع في وضع البيض، وبدأ النحل ينشط وغبار الطلع، والأمور أصبحت الحمد لله الأمور تمام. صحيح في أيام برد في أيام دافية، لكن النحل يستغل الأيام الدافئة وينشط ولديه نشاط الحمد لله تعالى غير مسبوق. فإذا أخواني الأفاضل، دوما هي المشكلة أو الحل في المشكلة يكمن من الداخل، ولا يوجد أي شيء صعب، كل شيء له حل دون إرهاق القطاع بتكاليف بدعوة أساتذة من الخارج ومصاريف عليهم. لا، نحن أفضل شيء نرشد هذا الدعم للإخوة المستحقين فعلا الذين فقدوا عدد من خلاياهم، نعوضهم 20% 25% من الخلايا، كمية من السكر، كمية من الشمع، من الأقراص، من الأثرات، كذا كما تعرفون جميعا حضراتكم الدعم الخاص بهذه الأمور. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. حياك الله أخي أحواش وحيا الله بالجميع. أخي أحواش، حتى لو كانت الميزانية التي قررت من الجهات المسؤولة بسيطة، أيضا هي تساعد الأخ النحال إذا رشدت في الطريق المناسب مباشرة. يعني على حسب علمي سمعت، الله أعلم طبعا، 13 مليون دولار. طيب 13 مليون دولار ممكن إذا رشدت بالطريقة الصحيحة لا يوجد أي إشكالية. أفترض أن المغرب به 1,000,000 خلية نحل، ستكون حصة الخلية في الدعم 13 دولارا. أنا حسبت على المليون كامل، مع العلم أن المليون ما فقدت، فبالتالي الدعم اللي يرشد لهذه الحالة يكفي إذا وضع في المكان المناسب. بدل من استدعاء أساتذة من الخارج ممكن نشتري مختبر حديث لديه القدرة على الكشف على أمراض النحل كافة.
حتى لو كان يعني المختبر هذا يكلفنا 50,000 دولار 100,000 دولار، لا يوجد أي إشكالية. لكن نكون أوجدنا مختبر في المغرب كفيل أنه هو يحلل أي عينة من الأمراض. أما بقصد الأساتذة الذين سيأتوا من الخارج، بكل تأكيد سيكون من بينهم من يروجون لأدوية عندهم، ويتم عقد صفقة أدوية وكذا وكذا، وكلها على حساب الميزانية. في التالي في النهاية ماذا يأخذ النحال من هذه الميزانية؟ كما يقال المثل: سيأخذ من الجمل أذنه أو من البعير أذنه. ما استفاد أي شيء. ولكن احنا نتمنى عكس ذلك، يعني نتمنى أن تعم الفائدة على أرض الواقع على النحال فعلا، وتشدد من مأزر النحال سواء كان العلمي أو المادي أو المعنوي. يعني كل هدفنا في هذا الموضوع أن يصل الدعم مباشرة لمستحقيه، لا يهدر هنا أو هناك يعني. وكما قلت في الملفات السابقة أن أيضا المغرب هو غني بالقدرات العلمية وبالأساتذة الأجلاء، نكن لهم كل احترام، وبالأساتذة الشرفاء الذين يعملون بالصدق ولا ينتظرون أي شيء. حياكم الله وبارك الله فيكم. حياك الله أخي أحواش أبو علي الغالي، الله يعطيك الصحة والعافية، جهودك مشكورة أنت وجميع الإخوة هنا، الله يبارك فيك. أخي أبو علي، أشرت هنا قلت عن إضافة الفيتامينات للنحل، وأشرت إلى فيتامين سي الذي يباع بالصيدليات، الذي هو مكتوب عليه فيتامين سي وغني بالزنك وغني بكذا وكذا وكذا وكذا. ما هو الأمر حول هذا الشيء بالنسبة للنحل، وما علاقة هذا الأمر بالنحل؟ بداية أخي أحواش، هذه الفيتامينات هي كلها مصنعة، ليست طبيعية. حتى فيتامين سي في الصيدلية، هذا الذي يقال عنه أنه فيتامين سي ومشتقات الليمون وما شابه ذلك، هذه كلها مصنعة، ليست مواد طبيعية. فبالتالي يبقى الليمون الطبيعي الطازج هو الأفضل منها إذا أردنا أن نضيفها. إذا أردنا أن نضيف للمحلول السكري، يبقى الليمون الطازج يفرم كامل بقشره، بكامل الحبة تفرم، حتى قشور البرتقال، قشور الحمضيات أيضا يتم فرمها وإضافتها مع المحلول السكري، لا بأس. هي غنية بالزيوت العطرية وغنية بمواد كثيرة جدا وبالعناصر وفيتامين سي وما شابه ذلك، إضافة إلى الخل الطبيعي. ونركز على الخل الطبيعي، سواء كان خل تفاح، خل عنب، خل تمر، خل عسل، ما في مشكلة أبدا. هذه الأمور هي ممتازة مع المحلول السكري للحفاظ على مناعة النحل. أما موضوع الفيتامينات هذه التي يشار لها أنها تنشط وما تنشط، إجمالا النحل لا يحتاجها. النحل يحتاج طبيعة، يحتاج غطاء نباتي طبيعي، لا يحتاج إضافة فيتامينات. كما ورد في القرآن الكريم: يخرج من بطونها شراب فيه شفاء مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. هذه الحشرة هي من تنتج هذا العسل أو تحول الرحيق إلى عسل. فبالتالي هي ليست بحاجة إلى الصيدلية، لا الصيدلية البشرية ولا الصيدلية اللي هي البيطرية، إلا في بعض الأحيان إذا احتاجت يعني إلى علاج مرض أو ما شابه ذلك. طبعا كل الكائنات تمرض وتتعافى، ما في أي مشكلة، لكن نقول الطبيعة هي الأفضل أخي أحواش. وهذا ما كان يحصل أو ما كان حاصل بالسابق مع الإخوة النحالين. كانت الطبيعة تغطي كسل النحال أو عدم تداركه، كانت الطبيعة هي تجود بعطائها. أما في السنوات الأخيرة حدث نقص ما في الطبيعة بسبب يعني نقص في التساقطات المطرية والرحيق وما شابه ذلك، فبدأت الأمور تتكشف. بدأ يتكشف الأمر بين من يعني يتبع إدارة علمية صحيحة لمنحله ويتتبع المراعي وخاصة المراعي الغبرية، وبين من يعتمد فقط على محلول سكري أو يترك نحله دون أن يزور. فهنا هو الفيصل. هذه المناحل التي تركت، مات منها من مات وعاش منها من عاش. أما المناحل الأخرى ما زالت الحمد لله. وفي المغرب هناك مناحل كثيرة لم ينهار منها أو لم يتراجع منها هذا الكم الذي نسمعه، إلا في يعني التراجع أو الفقد هو نسبة 5% 6%، عكس ما نسمع وتهويل للأمور أن النحل في مرض، النحل في كذا، النحل في كذا. وهذه الأمور يعني تكاد تكون مدعاة للبعض أن يركب هذا الركب حتى يستغل أمور دعم ومساعدات وما شابه ذلك من هالأمور. إجمالا أخي أبو علي، لا داعي لإضافة أي شيء من هذه الأمور مثل الفيتامينات أو المنشطات للنحل أبدا أبدا. نضيف مواد طبيعية، مجرد تحفيز بجانب المحلول السكري. كما قلت في البداية، عصير الليمون الطبيعي الطازج، يفرم الليمون كامل
مع قليل من الخل 3 مل 5 مل لكل لتر محلول سكري، وصلى الله وبارك، ما يعادل حبة ليمون لكل 1 لتر محلول سكري. حياك الله وبارك الله بك. إضافة إلى ما سبق أخي أبو علي والإخوة جميعا، طالما نحن في بدأنا في بداية اعتدال الأجواء وبدأ النحل ينشط الحمد لله بفضل الله تعالى، ليس بتدخل أحد، هذا دور الطبيعة. لا تنسى نقطة مهمة جدا، وهي تعقيم الصناديق من الداخل باللهب. يعني هذا شيء مهم جدا. أفضل تعقيم للصناديق من الداخل هو بالنار. حتى لو كان النحال عنده فقط 5 صناديق فارغين، بيقدر يعقم هال5 صناديق بالنار، ثم يداور النحل فيهم، يقلب النحل فيهم، وبالتوالي إلى أن يصل إلى آخر خلية في منحله. حتى لو كان لديه خلية واحدة فارغة، بإمكانه يحرقها من الداخل تعقيم، ويضع النحل فيها، ثم يعقم الذي تليها إلى أن يصل إلى آخر خلية في المنحل. هذه نقطة مهمة جدا، بس جربها وشوف كيف الأمور. تجد النحل صار فيه نشاط، صار فيه انتعاش، كل الميكروبات اللي جوا، الجراثيم اللي جوا تم قتلها بالنار، خلية ناشفة، ما فيها رطوبة، ما فيها أي مشاكل. نحلك بصير تمام ونشيط 100%. مع الانطلاقة الربيعية كل شيء بيرجع تمام 100%. ما فقد أو شيء كده كله بتعوض، وربك بعوض خير إن شاء الله. حياك الله وبارك الله بك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخي سمير إجباري، وحيا الله جميع الإخوة، وكل الاحترام للجميع. قبل كل شيء أخي سمير، نتقدم بالشكر والامتنان والاحترام إلى جلالة الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الحبيبة، حفظه الله ورعاه وأطال الله فيه عمره، وهيأ له بطانة صالحة تعمل إلى الخير. وكذلك الشكر موصول إلى الحكومة المغربية الموقرة، أصحاب السعادة والمعالي، لهم كل الاحترام والتقدير، ونخص من بينهم معالي وسعادة وزير الفلاحة المغربي، حياه الله وبارك الله فيه وجزاه الله كل خير على هذه اللفتة الطيبة الأبوية إلى القطاع الفلاحي، وكذلك قطاع تربية النحل وإدارة المناحل. جزاهم الله عنا كل خير. ما تفضلت به أخي سمير صحيح، تخصيص ميزانية للبحث العلمي، هذا مهم جدا. البحث العلمي بدون ميزانية لا يعمل، يحتاج مختبرات، ويحتاج علماء، ويحتاج رواتب، ويحتاج دراسة، ويحتاج أمور كثيرة. لكن كان القصد في هذه الفترة بالذات في هذه الجائحة، لأن هناك كثيرا من الإخوة تضرروا، فهم أولى الآن بهذه المساعدات. بعد ذلك يتم تخصيص ميزانية للبحث العلمي، ويكون هناك إدارة علمية ممنهجة معقلنة خاصة بالبحوث العلمية فيما يخص تربية النحل أو القطاع الفلاحي عامة، أو كل ما يخص المواشي المحاصيل، ومن بينها تربية النحل. هذا هو القصد. حياكم الله، ونتمنى للجميع التوفيق، ونتمنى للجميع دوما النحل القوي والإنتاج الوفير. تحياتي لكم جميعا وشكرا. الإخوة يقول: أين نضع الحاجز الملكي؟ جنب الباب ولا داخل؟ لا يرجع. أبو عامر يقول: أنا ما فهمت عليك. أنا أعزل الملكة على 2 إطارات، ما نعمل خلية فوق. تمام، يعني الأخ ما عنده طابقين، عنده طابق واحد، ويريد حاجز الملكة على قرصين. طيب تمام، طالما عندك حاجز ملكات عمودي سعة قرصين أو سعة 3 تحجز الملكة فيه. أولا بالنسبة لتصحيح المصطلح، أين أضع الحاجز؟ هل أضع الحاجز عند فتحة السروح، أم أضعه في اليمين، أم أضعه في اليسار؟ للتصحيح معنى كلمة حاجز الملكة، هل هذا حجز الملكة عن الخلية، أم حجز الملكة عن البيض؟ لا، حجز الملكة عن البيض في أنحاء الخلية. فلازم حتى يكون كلامنا علمي ودقيق لازم نعرف العمل ونعرف المصطلح الصحيح. فبالتالي الغاية من العملية حاجز الملكة أو الحد من توسع عش الحضنة. طيب، وإيش معنى هذا الكلام؟ معنى هذا الكلام أن أنا أضع الحاجز الملكي فوق فتحة السروح. حاجز ملكة عمودي به قرصين أو 3 والملكة بداخله، أضعه في الوسط فوق فتحة السروح. طب ليش فوق فتحة السروح يا أبو أنس؟ حتى النحل الداخل والخارج ينقل فرمون الملكة من خلال حركته داخل الخلية. واضح؟ طيب، فيما لو كانت فتحة السروح على جنب، وين نركب الحاجز؟ برضه في النص ولا وين؟ نركبه على فتحة السروح.
طيب يكاد يتساءل متساءل، يقول طيب أنت بدك يعني تريد أن تنقل الحضنة فوق فتحة السروح في جنب يا بونس؟ أنقلها في جنب. ليش؟ أنا في فترة فيض. أنا متى أركب الحاجز الملكي؟ أركب الحاجز الملكي في موسم فيض، في عندي كثافة نحلية، في درجة حرارة معتدلة، فبالتالي ما راح يهم. لو نظرتم مثلا في فترة النشاط في النحل عندما تتوسع الملكة في وضع البيض، يصل بيضها إلى آخر قرص. فبالتالي الغاية هنا أن يشعر النحل أن لديه ملكا، حتى لا يكون هناك بيوت ملكية ولا يقل نشاط الخلية. لأنه إذا شعر النحل أنه ما عنده ملكة أو رفعت الملكة من الخلية، تكون هناك يعني شبه حالة راحة، وليس النشاط يعني بمستواه 100%. يكاد يكون نشاط الخلية في حدود 70% 75%. فالقصد من وضع الملكة المحجوزة ضمن الحاجز الملكي سعة القرصين أو الثلاث أقراص فوق فتحة السروح، حتى تكون معبر وممر الكل يتعرف عليها ويشعر بها أنها موجودة. طيب وفي إجراء ثاني؟ طيب بعد وضع الملكة في الحاجز العمودي، نعم في إجراء ثاني. ممكن يقل تأثير الملكة في أحد الأقراص الجانبية ويكاد يكون فيها بيض أو يرقات، فبالتالي يلزم عمل كشف بعد وضع الحاجز الملكي ب4 أو 5 أيام. فيما لو كان هناك يرقات حديثة العمر على الجوانب، وفكر النحل ببناء بيوت ملكية لعدم شعوره مثلا نوعا ما بالملكة، نتخلص من هذه البيوت الملكية، ولو أنه احتمالية البيوت الملكية ضعيفة في الطابق الواحد، لأنه النحل يشعر بتواجد الملكة. أما هذا تحدث معنا في حين تركيب الحاجز الأفقي في الخلايا الطابقية ذات الطابقين أو الثلاثة. لو كان فيها يرقات حديثة العمر في الطابق الثاني أو الثالث وركبنا الحاجز الملكي، ممكن النحل يعمل بيوت ملكية. وأيضا هذا الأمر يلزم زيارة بعد 5 أيام أو 6 أيام كشف، حتى لو كان هناك بيوت ملكية نتخلص منها حتى لا تحدث لدينا موضوع تطريد. أخونا، أين أضع الحاجز الملكي العمودي سعة الثلاث أقراص أو القرصين؟ احنا نريد النحال يفهم العمل ويفهم آليته وحيثيته وشروطه، مش بس يطبق، مش آلة يطبق، لا، يعرف ليش حط الملكة بالحاجز الملكي، وأين يضع الحاجز الملكي ولماذا. هذه كلها لابد أن يعرفها حتى تترسخ في ذهنه ويعرف يطبق صح. عندما نقول حاجز الملكة، هناك هذا المصطلح ما هو تفسيره؟ ليس حجز الملكة عن الخلية، حجز الملكة عن البيض، تحديد مستوى توسع الملكة في البيض أو تحديد مستوى أداء الملكة في البيض، لأنه احنا بفترة الفيض لا نريد حضنة ولا نريد مصاريف على الخلية ولا نريد هالأمور، فلذلك نلجأ لعملية حجز الملكة أو بلوكاج الحضنة أو عمل حد في مكان للملكة، فبالتالي نحجز الملكة. فهنا حجز الملكة عن البيض، ليس حجز الملكة عن الخلية، لا، يعني تحديد مستوى الملكة في البيض، ليس عزلها عن الخلية. في فرق بين عزل الملكة عن الخلية وتحديد مستوى الملكة في توسع في عش الحضر. فدوما الأخ المربي لابد يعرف ما هو السبب وما هي الحيثيات وما هي الضوابط في هذا العمل وما هي توابعه. لا نريد فقط مجرد كوبي أو لغة الببغاء فقط يطبق، لا، نريده يكون فاهم العمل اللي هو بيعمله. ومتى يضع الملكة بالحاجز الملكي؟ يفترض أن يضع الملكة بالحاجز الملكي قبل دخول الموسم ب15 يوما، حتى تكون كامل الحاضنة الخارجية أصبحت فاقسة وتصبح من الرعاية الداخلية في موسم الفيض. لأنه إذا وضعت الملكة في الحاجز الملكي بأول يوم من الفيض، طب أنا عندي كم كبير من الحاضنة، هذه الحاضنة ألم تستهلك مني عسل وتغذية ورعاية؟ فبالتالي هذه الأمور لابد أن أكون انتهيت منها قبل دخول الموسم ب15 يوم. يعني يفترض أن أكون داخل الموسم بحضنة مغلقة على وشك الفقس، على أساس أول 10 أيام يستقر فيهم النحل على الموسم، يكون خرج عندي كمية كبيرة من الحضنة المغلقة. أصبحت عمر الحضنة الفاقسة كم يوم؟ 10 أيام. 10 أيام هذه بتشتغل، بتعطي غذاء ملكي، بتنظف عيون سداسية، بتنضج في العسل، بترفرف عليه، بتنظف في الخلية، يعني أصبحت شغالة داخل الخلية. هذه الشغالة اللي داخل الخلية راح تطرد شغالة ثانية، الشغالة الثانية عمرها أكبر منها، وين راح تطردها؟ راح تطردها على الحقل، فتروح على الحقل تجيب رحيق. فبالتالي أنا عملت رديف
للعاملات عاملات الحقل أو العاملات الحقلية أو الرعاية الحقلية. فهون عندما يعني يستوعب الأخ المربي هذه الأمور ويعرف آلية التطبيق، راح ينجح في موسم الفيض، وبالتالي راح يجمع كمية عسل جيدة. ليش؟ لأنه وجه خليته بالطريقة الصحيحة. فهو التوجيه يعمل فارق. التوجيه الصحيح تحصل على نتيجة جيدة، أما التوجيه الخاطئ ما تحصل على نتيجة. يعني يكاد يكونوا شخصين كل واحد عنده مثلا 50 خلية في نفس الموقع ونفس سلالة النحل ونفس الكثافة النحلية، واحد منهم يجمع عسل كويس، واحد منهم ما يجمعش عسل. اسأل هذا بقول لك الموسم كويس، اسأل الثاني بقول لك لا الموسم تعبان. ما هو تعبان ليش؟ لأنه ما عندوش توجيه صح، ما عرف يوجه خلاياه ولا عرف يتعامل معها. فبالتالي هنا تكمن الفوارق. كما حدث هذه السنة الجميع يشتكي من قلة العسل. في بعض المناطق جابت عسل، في بعض المناطق ما جابت عسل. فهذه كمان أيضا كانت تحتاج يعني إدارة أخرى، يعني بمعرفة المناطق وكيف أمورها وكيف أضع خلايا وهذا الأمر يعني. فهاي كل العملية. طيب مثلا احنا ليش وضعنا الملكة مثلا في حاجز عمودي في خلية ذات الطابق الواحد، وقلت أمام فتحة الشروح؟ كذلك في الخلايا الطابقية، نفترض أن عندي خلية 3 طوابق، يا هل ترى أحجز الملكة في الطابق الأخير؟ لا طبعا. طب ليش ما أحجز الملكة بالطابق الأخير؟ لا، لو حجزت الملكة بالطابق الأخير النحل لا يشعر بها، وبالتالي يقل نشاطه في العمل، يكون نشاط الخلية في حدود 70% 75%. فبالتالي يكون عندي هدر في طاقات الأفراد أو الرعاية الموجودين في الخلية. وممكن النحل يعمل بيوت ملكية، وممكن يدخل في تطريد، وممكن يعمل مشاكل. لكن عندما يكون عندي خلايا طابقية مثلا من طابقين أو من 3 طوابق، حجزت الملكة بطابق أفقي في بيت التربية، النحل الداخل والخارج كله يمر عليها ويحمل فرمون الملكة ويساهم بعملية التوزيع. هي الملكة تتحرك تحت على 10 أقراص، هذه في حالة الخلية الطوابق، والنحل الرعاية الحقلية هي تتحرك داخل الخلية في كل الاتجاهات. فهذه تساهم أيضا بالأمر هذا، فتشعر النحل أو تشعر البقية أن الملكة موجودة، فتعمل الخلية أو كل أفراد الخلية على قدم وساق، فتزداد الإنتاجية. هذه هي الإشكالية في الموضوع، وهذه هي الإشكالية في صحة التطبيق وفي خطأ التطبيق. يعني الكثير يقع في موضوع خطأ التطبيق، وخطأ التطبيق هذا مشكلة كبيرة في كثير من العمليات النحلية، ليس فقط في التوجيه في موسم الفيض. حياكم الله وبارك الله فيكم جميعا. إذن إخوانا الأفاضل، هذه الأمور يعني يفترض أن يعرفها الأخ المربي تماما من جميع النواحي حتى يعرف ما هو الغرض من هذا العمل والأساس منه. طبعا احنا قلنا أن حاجز الملكة أو تحديد حيز للملكة للبيض هو القصد منه عدم التوسع في عش الحضنة، وعدم إشغال الخلية بمصاريف على تكاليف الحضنة، تغذية واحتضان. وفي نفس الوقت عندما أفرز العسل ما يكون عندي أقراص مختلطة بين حضنة وبين عسل، سيكون عندي أقراص العسل في جهة، وأقراص الحضنة المحدودة الحيز هي في جهة أخرى. فإذا هذه الأمور كلها التي تخفف الجهد على النحل وتساعد النحال أيضا في عمله، هذه لابد أن يفهمها الأخ المربي. فعندما تتمعن في داخل خلية النحل تجد فيها أمور كثيرة تلفت النظر وتستوجب التمعن بقدرة الخالق سبحانه وتعالى. يعني مثلا عند موضوع جلب الرحيق وجلب غبار الطلع، ليش النحلة محملة بالرحيق تعطي حمولتها على الباب، وليش النحلة المحملة بغبار الطلع تصل بحمولتها إلى السداسيات وتفرغها فيها ويتم دقها فيها؟ ليش عند تخزين غبار الطلع وعمل خبز النحل يضاف عليه العسل؟ ليش ما يضاف غبار الطلع على العسل؟ يعني ليش النحل ما يضيف غبار الطلع على السداسيات اللي فيها العسل؟ وليش ليش يعمل العكس؟ ليش يضيف العسل على غبار الطلع ويحوله إلى خبز النحل؟ ففي أمور كثيرة جدا الإنسان عندما يتمعن فيها يجد أن هناك سبحان الله عبرة من هذا الأمر، وهذا يعتبر خلق من خالق سبحان الله، وفيها أمور كثير. حياكم الله وبارك الله فيكم.